بسم الله. اليوم غدانا كبة حامص شلغم، طبعا موجودة الطريقة بالقناة. بما انه اليوم الجو غائم ممطر، طبعا حشتغل بالانواع الجوية. فاليوم غدانا كبة حامص شلغم. كثير العراقيين طبعا هي هاي الاكلات الشتوية اللي يسووها دائما بالشتاء. وجانا طوشي شلغم من بيت اخويا بدل الكليتش والكيك، فعاشت ايدهم كلش طيب. وطبعا هذا اللبن بهاي حبة القاطون، بذول القاطون هي يعني موجودة، اني همين منزلته. هذه يفيد بالنسبة للقولون شوية، يعني متأزم وهاي يعني كلش مفيد. ويقال انه هو همين تنحف يعني. بس لازم واحد ياكلها بانتظام. هي المفروض قبل الاكل بساعة او نص ساعة، يعني يا اما لبن يا اما زلاطة، يعني فد شي وياها. لانه جربتها باللهم، يعني هيجي ناكلها شوية تخنق، يعني واحد يعني يتحذر من عدها. بس اني اخليها ويا الاكل، يعني ويا اللبن افضل يعني. وهاي ان شاء الله انزلكم بعد، يعني ان شاء الله مفيدة للسكر، يعني هي ما عدا العلاج ناخذها تفيد للسكر. ان شاء الله غير ايام انزل لكم اياها، وان شاء الله تعجبكم، يعجبكم غدانا لليوم.